أكتر لحظة غيرتني فعلا كانت لما سكت وسبت ربنا ياخد حقي. ساعتها بس فهمت إن مش كل رد لازم يكون كلام يوجع، وإن أوقات السكوت بيحفظ كرامتك أكتر من 1000 جملة تدافع بيها عن نفسك. إحنا كبشر بنتعب من التفكير ونقعد نفكر ليه عمل كده، ليه قال كده، ليه ظلمني وأنا مستاهلش، ونفضل نلف جوه نفس الدوامة لحد ما نلاقي نفسنا مش بس زعلانين من الناس، إحنا كمان زعلانين من نفسنا. بس في لحظة معينة بتكتشف إن مفيش فايدة من تبرير أو لوم أو حتى عتاب. بتحس إن أنت أغلى من أي حد جه عليك أو ظلمك، فبتختار تبطل تشرح وتبطل ترد وتبطل تدافع، وتقول بينك وبين نفسك يا رب أنا عامل اللي عليا وفوضت أمري ليك. على فكرة السكوت هنا مش هروب، السكوت هنا ثقة، ثقة إن ربنا شايفك وإن الحق بيرجع بطرق إحنا ما نعرفهاش. كل ما تحس إنك مخنوق من ظلم أو كلام أو حد افترى عليك، خد نفس عميق وفكر إن ربنا عمره ما ساب حد اتظلم. سيبها على الله وهتكتشف مع الوقت إن ده أهدى قرار خدته في حياتك، إنك سكت ورضيت تسلم حياتك للي عمره ما بيظلم حد، اللي خالق السماوات والأرض.